يسعد مساكم، يسعد صباحكم، شو ما كان وقتكم. الشيف ماجد مثل العادة معكم إن شاء الله. اليوم رح نبلش بالقسم الغربي، الاسكالوبات والفيليهات. أكل جديد، هو من أصول فرنسية، لكن إن شاء الله رح يسركم كتير ويبسطكم، وإن شاء الله بتنسروا معنا. اليوم رح نسوي لكم اسكالوب بانيه دجاج. المقادير مثل العادة: مي، ملح، خل، هدول ننقع فيهم الدجاج للزنخة وللدم. المقادير: نص كيلو طحين، معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة هيل ناعم، معلقة طعام، معلقة كبيرة ملح. هون 3 بيضات، معلقة ملح صغيرة، ومعلقة فلفل أبيض صغيرة، ومعلقة نص معلقة صغيرة فلفل أسود للزنخة، وكعك ناعم. هاي الاسكالوب بانيه دجاج. هذا الصدر، هاي الفتيلة وهاي الفتيلة. بإمكاننا نسويها للكريسبي، بإمكاننا نشقها هيك، وبإمكاننا نشقها هيك نسويها اسكالوبات صغيرة. شايفين؟ وبالنسبة للصدر بالنص في عنا هاي، ممكن نجمع احنا الزوايد تبع الدجاج، زوايد الدجاج هاي، ونسويها بانيه ونسويها كروكت. هلا الدجاج كالتالي، هلا هيك هذا اسكالوب، وهيك اسكالوب صدر. هلا بندقه، وبإمكاننا نسويها بهاي الطريقة إذا كانت بالبيت، قطع صغيرة شرحات رقيقة. شايفين؟ بس ديروا بالكم من السكين، والسكين لازم تكون طيبة وعلى مهلكم. شايفين الطريقة؟ بننزل السكين بشكل مائل، ونخلي ايدنا ترص على الدجاجة. هاي اسكالوبات صغيرة، وفي عنا مثل هيك مثلا. هاي قطعة، بالمطاعم بمشوها قطعة، بسووها قطعتين بالنص بشقوها. هاي قطعتين سكالوب، وهاي سكالوبات مقطعة بالبوقت. وهلا بنفرجيكم الطريقة. أول شي الملحات والخلات، وبنحرك المزيج شوي، وبننقع بالخل والمي والملح الدجاج. هلا بتشوفوا المي بتسحب الزنخ، بتسحب كل شي. هاي مرحلة أولى. المرحلة الثانية الملح مباشرة على البيض، الفلفل الأبيض وشوية فلفل أسود للزنخة، وبنخفقهم مظبوط مظبوط. بالنسبة للطحين شوية فلفل أبيض والهيل الناعم والملح كمان بنحركهم. هلا مظبوط. هلا جاهزين احنا للتطبيق. وهلا التطبيق: بعد ما حركنا الملح والفلفل والهيل بالطحين، والفلفل الاسود والفلفل الابيض والملح بالبيض، وهاي الكعك الناعم جاهز. هذا الكعك بامكاننا يكون عندنا توست ناشف يبسان او سمون، بامكاننا نكسره باكياس نايلون ويخفقه على الخفاقه او على الميلونكس شوي شوي، بيطلع عنا كعك ناعم ما بخوف. هذا بعد ما صفيناه من الخل والملح والمي، مباشرة على الطحين اللي فيه الهيل. هذا هو الاسكالوب. شايفين؟ هاي قطعة وهاي قطعة، هاي قطعة بيتية وهاي قطعة. لازم نلكه بطحين من كل جهاته، لا ياخد الملح، لا ياخد الهيل، لا ياخد كل شيء. شايفين حبايب قلبي؟ هذا الشيف ماجد معكم دوما كل جديد. وهذا الاسكالوب مثل ما نكون شايفين شرب البيض. بعد ما يشرب البيض بنهزه هزتين 3 وعلى الكعك الناعم. شايفين؟ هاي هي طريقة الاسكالوب البانيه المنزلية. بالمطاعم تعرفوا العدد أكتر وأكبر، والصواني أكبر، يعني كل شيء له شيء. شايفين حبايبي؟ في عالم بتلكه هيك وبتعمله بإيدها هيك وبتقليه. لا، غلط. ليه؟ لأنه بيفلت عنه الكعك وبيعذبكم. أما لازم أحط هيك
بندققه بأي شيء، دق خفيف خفيف، شايفين؟ دقة خفيفة خفيفة خفيفة، أو إذا بتحبوا ترققوه بإمكانكم ترققوه. وهلا بنفرجيكم إياه هون على القلب. شايفين حبايب قلبي؟ نزلنا اسكالوب واسكالوب الزيت حامي. هلا بننزل هاي القطعة عادية، هاي قطعة وجبة المطاعم، هذا الصدر شايفين؟ هاي وجبة المطاعم بنحطها، شايفين؟ وهاي وجبة مطعم، شايفين؟ طبعا انتو شفتوا شلون نقعناهم. هذا هو الاسكالوب البانيه، اسكالوب دجاج بانيه. هلا طبعا راح نساوي اسكالوب بولونيز واسكالوب مولونيز واسكالوب شومير، هذا بصير كذا نوع، بس هذا الاساس تبعه اسكالوب بانيه. شايفين؟ شغله حلوه باذن الله، تاخذ ضبنات العقل. شايفين؟ هذا هو الاسكالوب، شايفين ما احلى لونه؟ شايفين؟ اشقر مثل الذهب. اسكالوب مثل ما نكون شايفين بتقلب، يا بملقط يا بيرتفع بالايد بالكفكير وبراس الاصبع قلبي. شايفين؟ استوى هلا الاسكالوب، كثير دقينا لانه شايفين؟ هاي قطعة صغيرة جربنا فيها الزيت. شايفين؟ هذا هو الاسكالوب باني. هلا ان شاء الله بنفرجيكم اياها، وهلا بنفرجيكم اياها بالصحن. هلا واحنا عم نسكبها بس بدها شوي لتستوي. شايفين حبايب قلبي؟ ان شاء الله مليون هنا، والشيف ماجد بخدمتكم. وهاي الاسكالوب، هاي الاسكالوب دجاج بانيه. شايفين؟ هاي قطع وجبات مطاعم، هاي قطع صغيرة منزلية مثل ما علمتكم تنقص. هلا بنفرجيكم اياها مزينة بالصحن.